لو سألتك هو الدهب فايدته ايه هتقول لي زينة وخزينة طبعا. بس تفتكر ممكن الدهب ده نفسه يتحول لأقوى سلاح في العالم بيحارب الخلايا السرطانية؟ لولا بطلنا النهاردة ما كانش العلم وصل للثورة دي. حكايتنا بتبدأ في مصر مع شاب اتخرج من كلية العلوم جامعة عين شمس سنة 1953. سافر أمريكا وهو معاه طموح ملوش آخر، وهناك بدأ يدرس الكيمياء لحد ما بقى من أهم علماء النانو تكنولوجي في العالم كله. الدكتور مصطفى السيد تولى إدارة معمل ديناميكيات الليزر في جامعة جورجيا للتكنولوجيا، وقضى عمره كله يدرس النانو تكنولوجي، يعني ازاي نتحكم في المواد وهي في أصغر حجم ممكن ليها، أصغر من الشعرة بآلاف المرات. لكن الطفرة الحقيقية حصلت لما فكر يستغل دقائق الذهب لعلاج السرطان. الذهب النانو ما بيأذيش الجسم وبيلزق في الخلايا السرطانية بس، ولما بنسلط عليه شعاع ليزر بسيط الذهب بيمتص الحرارة ويدوب الخلايا الخبيثة تماما من غير أي كيماوي أو ألم. بسبب العبقرية دي الدكتور مصطفى السيد بقى أول عالم عربي ياخد قلادة العلوم الوطنية الأمريكية سنة 2008، وهي أعلى وسام علمي في أمريكا، وسلمها له الرئيس الأمريكي بنفسه، وتم تصنيفه ضمن أفضل 10 علماء كيمياء في العالم. لولا عبقرية وإصرار الدكتور مصطفى السيد كان يمكن علم النانو تكنولوجي اتأخر كتير في إنقاذ حياة ملايين البشر. هو اللي أثبت للعالم إن عقولنا تقدر تحول حتى الزينة لأقوى سلاح لخدمة الإنسانية. وده كان بطلنا في الحلقة دي من سلسلة لولا هذا الشخص. تحب الحلقة الجاية تكون عن مين من عمالقة حضارتنا المنسيين؟ قولي في التعليقات، وما تنساش تدعمنا بشير وسبسكرايب عشان نكمل الرحلة.